في الفسيخ والرنجة والبصل بنحتفل بشم النسيم. عمرك سألت نفسك ليه؟ في الحقيقة أجدادنا المصريين القدماء قدروا يثبتوا إن هم أصل معظم العادات بتاعتنا في الوقت الحالي. تعالوا نرجع بالزمن 4800 سنة قبل الميلاد، تحديدا عصر الدولة القديمة الأسرة الخمسة. والجو بديع. قفل لي على كل المواضيع. قفل 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 قفل. المصري القديم قسم السنة لثلاث فصول: أخت وده فصل الفيضان، برد وده موسم رمي البذور، وشمو وده فصل الحصاد أو الربيع اللي كان المصري القديم بيحتفل بيه في أوله وآخره. وكان واحد من الاحتفالات دي مهرجانات الأوبيس، وده كان بيتعمل الاحتفال ببداية الربيع وتجديد الحياة النباتية. المصري القديم كان بيحتفل بالربيع بإنه ياكل السمك المملح والبصل والبيض والحمص، وكان بيجيب الأسماك من مدينة تسنا جنوب الصعيد اللي كانت مشهورة في الوقت ده بصناعة الأسماك المجففة اللي بتتقدم قرابين للآلهة. وكمان المصريين كانوا بيتجمعوا عند الهرم الأكبر، هرم الملك خوفو، عشان يتفرجوا على غروب الشمس اللي بتتربع فوق قمة الهرم بتعلن بداية موسم الربيع. زي ما قلنا المصري القديم كان بيطلق على الاحتفالات الربيع اسم شمو، اللي جاية من شم النسيم أو شم الهواء. العصر القبطي كان بيتسمى شوم انسم، لحد في وقتنا الحالي سميناه شم النسيم. وبما إننا ورثنا تلوين البيض والفسيخ من أجدادنا، فتعالوا أعرفكم إيه سببهم. أول حاجة البيض. عند المصريين القدماء كان بيرمز لخلق الحياة من الجماد. كان المصري القديم بيلون البيض وينقش عليه أمنياته ودعواته للسنة الجديدة، وكان بيحطهم في سلة ويعلقهم في بلكونات البيوت أو بيعلقهم في النخيل عشان ياخدوا مباركة الآلهة عند شروق الشمس على البيض وتحقيق أمنياته. بالنسبة للفسيخ الموضوع كان مختلف شوية. مصر وهبها ربنا سبحانه وتعالى نهر النيل، فكان عندنا مصدر للأسماك المختلفة. المصري القديم قدر انه يظهر براعته في حفظ السمك وتجفيفه. مش بس كده، المؤرخ اليوناني هيرودوت لما زار مصر في القرن الخامس قبل الميلاد وكتب عنها قال ان المصريين القدماء كانوا بياكلوا السمك المملح في اعيادهم. والمصري القديم عرف انواع كتيره من السمك زي البوري والبياض والبولتي ورسمهم على جدران المقابر. وزي ما احنا مش بنعرف ناكل الفسيخ من غير بصل، المصري القديم برضو كان حريص انه ياكل بصل في احتفالات الربيع. وكمان البصل شيء اساسي في احتفالات الربيع، لان البصل عند المصري القديم كان يعتبر سلاح ضد الامراض والسحر والارواح الشريره، فكانوا بيعلقوه في رقبتهم ويحطوه تحت المخدات. وفضلنا نحتفل بشم النسيم سنه ورا سنه وضفنا عليه لمستنا، زي اننا نخرج بره في الحدايق لحد ما انتشر شم النسيم في بلاد كتير وبقى يحتفلوا بيه زي المغرب وتونس واليونان وبلاد تانية كتير، وكل بلد بتحتفل بطريقتها. وبكده يكون المصري القديم قدر انه يثبت انه اصل الحضاره. وكل سنه وانتم طيبين. ما فيناش ماني وما فيناش ماني. ماني ماني. الدنيا ربيع الدنيا ربيع.